لو انت بتغلط في السبيلنج ودايما بتتلخبط مش عارف تكتب انهي حرف، تكتب اي ولا تكتب اي وتكتب مين الاول، فخليني اقول لك على 7 قواعد في السبيلنج والكتابه للاسف ما كناش عارفينهم، لكن هيساعدوك في الكتابه بشكل كبير جدا. واخر قاعدتين هم اهم 2. اول قاعده معانا بتقول I before the E except after the C. يعني لو انا عندي كلمه فيها I وفيها حرف E فالطبيعي ان انا احط حرف الاي الاول وبعد كده الاي، زي مثلا كلمه believe وكلمه field. اما بقى لو عندي قبليهم حرف سي فساعتها هعكس القاعده، يعني الاي تيجي الاول، فاقول مثلا كلمه receive او deceit اللي هي معناها خداع. القاعده الثانيه والمهمه جدا في السبيلنج هي ان احنا بنحذف حرف الاي لما يكون في اخر الكلمه لما نيجي نضيف نهايه لاخر الكلمه. يعني مثلا لو هنضيف اي ان جي لكلمه زي كلمه make هتبقى making فهحذف حرف الاي. او كلمه love لو انا عايز ازود لها النهايه able فهتبقى lovable يعني شيء يمكن حبه، فحذفنا حرف الاي. من القواعد المهمه جدا في السبيلنج ان انا لو عندي كلمه بتنتهي بحرف ساكن زي مثلا كلمه run وحبيت ان انا اضيف لها نهايه زي الاي ان جي، بس خلي بالكم كلمه run دي مقطع واحد، هي كلمه قصيره run ما اقدرش اقسمها، فلو انا عايز اضيف لها اي ان جي ساعتها هدبل الان، هدبل الكونسوننت او اخر حرف فهتبقى running، خليت الان doubled. نفس الكلام كلمة big دي كلمة مقطع واحد وبتنتهي بحرف ساكن اللي هو أي حرف غير الفايف فاوز اللي هم ال A وال E وال I وال O وال U، ساعتها برضو هدبل ال last consonant وخليها bigger بدبل G. أما بقى لو أنا حابب أضيف زيادة للكلمة والكلمة دي بتنتهي بحرف Y فساعتها هخلي ال Y دي تتحول ل I، فمثلا كلمة happy معناها سعيد، لو عايز اقول السعادة وازود NESS هتبقى happiness فشلت الواي وخليتها I. طيب نفس الكلام كلمة baby اللي هي طفل لو انا عايز اجمعها فاقول babies، فانا عايز اضيف لها الاس بتاعت الجمع فهقلب الواي اخليها I تبقى IES babies. نيجي بقى لقاعدة مهمة جدا، الاي اللي بتيجي في اخر الكلام اللي هي الماجيك اي هي ما بتتنطقش ولكن بتغير في صوت الفاول اللي قبلها، فلو انا عايز اعرف الكلمه دي اخرها اي ولا لا ومش عارف لان طبعا الاي سايلنت هعمل ايه؟ هركز في صوت الفاول اللي قبلها، لو لقيته لونج او طويل يبقى كده في ماجيك اي او في سايلنت اي في اخر الكلمه. يعني لو انا سمعت كلمه تيب هنا صوت الاي لونج زي اسمه طويل يبقى انا كده الكلمه دي اخرها حرف اي في الاخر انا اكيد متاكد. اما لو قلت تاب فهنا حرف الاي صوته شورت يبقى كده الكلمه دي مفيش في اخرها اي. نفس الكلام كلمه زي كلمه made هنا صوت حرف الاي طويل لونج يبقى الكلمه دي اخرها حرف اي سايلنت made. اما بقى لو قلت mad يبقى كده الكلمه دي مفيش في اخرها حرف اي لان حرف الاي هنا صوته شورت. من القواعد بقى المهمه جدا في السبيلنج بتاعك هي قاعده صوتيه بس هتفرق معاك في الكتابه وهي حرف السي. حرف السي ليه صوتين، يا اما بيتنطق س يا اما بيتنطق ك. بيتنطق س لو جاي وراه حرف اي او اي او واي، زي مثلا كلمه سينما. فلو انا سمعت كلمه سينما وعايز اكتبها هبقى عارف ان هنا ادام فيها حرف اي يبقى هكتب سي سينما. اما بقى لو سمعت كلمه كات فانا سامع حرف الا يبقى هنا برضو سي بس بتنطق ك لان وراه حرف اي كات. طيب لو انا بقى سمعت صوت الك ووراه حرف اي، يعني مثلا سمعت كلمه كايت هاجي اكتبها بالسي هتبقى نطقها المفروض سايت لان السي لو جه وراها اي تتنطق سه زي ما اتفقنا. يبقى انا كده على طول هتاكد ان كلمه كايت بتتكتب بحرف الكي كايت. ليه؟ لان جاي وراها حرف اي يبقى استحاله دي تبقى سي لانها لو اتحطت سي هتتنطق س مش هتتنطق ك وانا بقول كايت. اخر حاجه بقى لازم نخلي بالنا منها هي الهوموفونز وهي الكلمات اللي ليها نفس الصوت ولكن معناها مختلف والسبيلنج مختلف، زي مثلا كلمه to وكلمه two دي معناها اتنين ودي معناها ايضا، وفي كمان to اللي هو حرف الجر الى. طيب هفرق بينهم ازاي في السبيلنج وانا بكتب؟ من سياق الجمله. لو قلت I have 2 apples فانا عندي تفاحتين فاكيد هكتبها 2 اللي هي number 2.
اما لو قلت مثلا I like chocolate too انا كمان بحب الشوكولاته، يبقى هنا كمان او ايضا فهكتبها to بدبل او. اما لو قلت I go to the gym انا بروح الجيم او صاله الجيم، فساعتها هكتب to اللي هي معناها الى. نفس الكلام بقى كلمة be اللي هي معناها نحلة، وكلمة be اللي هي معناها يكون، فلازم أخلي بالي من سياق الجملة عشان أعرف أكتب السبيلنج بشكل صحيح. وبكده نكون عرفنا أهم قواعد السبيلنج اللي تساعدني أكتب إنجلش بشكل أفضل. اكتب لي بقى في الكومنت إيه الهوموفون لكلمة blue اللي هي معناها ينفخ. متنساش تابعني عشان تتكلم إنجليزي بأسهل طريقة. باي باي.